السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ النهارده بقى جايه لكم كده هنعمل شويه كبده اسكندراني خطيره بجد، طعمها حكايه. هتاكلوا كانكم بتاكلوا سندوتشات كبده من بره. شايفين بقى؟ خلوا بالكم الفيديو النهارده هنقول فيه تكات بسيطه جدا اللي بيعملوها بره، وجايبها لكم من اسرار المطاعم بره عشان تاخدي الكبده بتاعتك. معايا نص كيلو من الكبده، معايا فلفل رومي وفلفل شطه، ومعايا كزبره وكمون والثوم والملح وليمون وخل. اول حاجه جبت طاسه على النار، ورحت حاطه فيها الزيت، ورحت اول ما الزيت سخن نزلت بالكبده بتاعتي، ونزلت بمعلقه كبيره من الخل وقلبت، وبعد كده نزلت بمعلقه ونص عصير ليمون وقلبت، ونزلت هنا بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. خدت نصه في دلوقتي وهسيب نصه هقول لكم هنحطه امتى. ونزلت بمعلقه صغيره من الكزبره، وبمعلقه صغيره من الكمون. تمام. الكبده الاسكندراني بتحب الكمون والكزبره، دي معروفه، ما ينفعش تعمليها من غير الحاجات دي. هنا بقى حطيت قرنين من الفلفل الشطه، وحطيت 3 قرون من الفلفل الرومي. انا بحب دايما اسوي الفلفل بتاعي، ما بحبش لنا ولا الولاد هنا عندنا ان احنا يكون الفلفل يعني ني شويه، فبحب احطه من بدري عشان يستوي. خدتوا بالكم بقى التوم هنا انا نزلته بعد ما الكبدة بدأت تخش على السوا. حطيت التوم في الأول، وبعد كده حطيت التوم بعد ما حطيت الفلفل عفوا. بعد كده رحت نازلة بمعلقة كبيرة من الطحينة، وبدأت ان انا اقلب بقى فيها كده كويس الكبدة بتاعتنا علشان اسوي الفلفل بتاعي. انا هنا الكبدة في المرحلة دي كانت استوت خلاص، فروحت نازلة بالملح، شوية من الملح كده، وقلبت طبعا وتدوقي. ورُحت بقى قعدت أقلِّب عشان عايزة أسوّي الفلفل، زي ما أنا قُلت لكم لو أنتم بقى بتحبوه بتحطّوا الفلفل يعني بعد قبل ما الكبدة تستوي بشوية، تدوقوا كده تلاقوها خلاص قرّبت تستوي، قومي نازلة بالفلفل وادّي تقليبتين وخلاص. أنا هنا حسيت الكبدة عايزة شوية ملح، ورُحت حاطّة لها حبّة ملح كمان. خلاص كده الكبدة بتاعتي رُحت قافلة عليها، رُحت نازلة بمعلقة كبيرة من عصير الليمون، وباقلِّب بقى تقليبتين حلوين كده، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ايه رأيكم النهارده في الفيديو بتاعنا؟ بجد جميل، وخلي بالك من التكات اللي انا قلتها لك في الفيديو، هتاخدي احلى كبده هتبقى زي بتاعه بره. جنب شويه طحينه بقى وعيش بقى بلدي او عيش فينو طبعا عشان تبقى زي بتاعه بره. حريتك واختياراتك، اعملي اللي انت عايزاها. يا رب الفيديو النهارده لو عجبكم لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. اسيبكم واقول لكم مع السلامه.